العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إذن نلحقد إلى قول الله عز وجل من سورة صاد: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذا القل كان شوية كان الفير كيان سنة الآية الفير باش كان نفهم ذا شو إذا مقصود الآية هنا. نظر بالعالمين الناد اكتزورا قصيطين من داود عليه السلام عندي غدي نار بالعالمين إن ياسين بير: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ومع تسد إن هذا أخي. ذكرت قدور سي عدان شو يصف كان رب العالمين داود عليه السلام ذي القوة ذي الملك قلقاع كيس رب العالمين القوة ذي الملك قلقاع. وأنه داود عليه السلام كان يدنا بعض المفسرون أنهم تعسن كتبور حوالي 30,000 حرس تعسن كتبور قال وقت اسمر هذه لي يتفرغ إلى عبادة رب العالمين وريد تحبارا حتى ديك الشمنا غادي يستبطبها غورس يوكن يا إما غادي يفرو بين المتخاصمين أو أسندفتو فتوى. فذايا من نظر رب العالمين السينية كشمنا سد على غيلا كشمنا سد على غيلا كشمنا سد فجأة ولينا صدق الصور كشمنا صدق الطاق اسمي غير صدق كشمنا كان يخدع داود عليه السلام نظر بالعالمين ففزع منهم. وثير طبيعة من العبد رب العالمين قارود: وأتوا البيوت وأتوا البيوت وأتوا البيوت من أبوابها. تعطيت أي واحد روح كشم ستوترس كتب ورث ما تعطى تسقط كشم تصدق البالكون هذه خلع. طيب طبيعة العابد داود عليه السلام يخدع ففزع منهم طبيعا بندم اسمي ثوالاني خلع كن مباشرة زوارنا زدمز أمسلاي أنه باش كان غادي نتفاهم ماشي ونسدي وكن نعتدي عليك لأنه الغالب وين راك ديكش من على غيلا كشما قطاق لا كشما تقلب بالكو ويا يا اما غيكشم داك يا خير لا ما خير لا غيكشم هذا يعتدي فوق خميس وين المقصود. فباش كتبين انه ماشي الويد المقصود باش يغثذوا ناوينا ناس خاطين كني دي خصيم كان نبغى نسعى يوثن الخصومه ويرانا نبغى نخسفروا تسيد سوار الناس دام سلايه كي باش يكالمي داك شويه باش فغي نظر بالعالمين ففزع منهم قالوا مباشرة: لا تخف خصمان كني دي خصيمه خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني يوني تعدى فوايض يوني تشوايط يوني يظلم وايض لكن هذه خصيمان نسد وكن أخت فروت ثالثيس الحق أخت بينت منو إذا الظالم من إذا المظلوم من يجي غلطان من يكسع عن الحق. وكان داود عليه السلام كان غدينا رب العالمين قال آية نشرح الدراسية إذا عدان عندي غدينا رب العالمين وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. في كيس رب العالمين الحكمة غير نفصل الخطاب غير في يفروا ثلثا
يفروثي لوفا يفرو يا يمخصمون ما ينا موسان يعني يفرو يسلسل بسهوله وكل يوم يتفكس الحقيس إرنا نرضوني سنين نسن. فغنى رب العالمين على لسانهم ناس فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. لا تشطط يعني لا تجور، لا تظلم، والظلم يعني حكم ويرى نغس الحق، حكم ويرى نغس العدل، واهدنا إلى سواء الصراط. ومع هذا نفسرت قدر سيادة المقصود الهداية ذي لندى توسعان. المقصود الآية واهدنا إلى سواء الصراط يعني وريا غدا بريد من الحق أو يغو بريد من الصواب أو يغو بريد نتيجة أهدو يا غدا بريد من الحق. أكيد النار بالعالمين في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإنك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يجعل اختضار ربي ذونا يتساوين وربريد العالية وين يتساوي العباد زيس على الجنة. فقال واهدنا إلى سواء الصراط. ذي ثورة يسن دي ثالوث سن المشكلة سن دا شو مسعال فغينا ياسيون زيسن نسيا داود عليه السلام إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. أد نحبس قوم سلايم زوار شوف أيثما أمشي نزدي السوار مسلاي ويكي ذي مخصمون قل غالب يوني ظلمون وايط يوني قعتدن فوايط يون يأذن وايط ومع ذلك شوف مكيس دي الزوار مزلاي والسنة دوسنا داود عليه السلام أكني غادي تسسن خيلا مخاصمون ما رد بالدنيا القاضي نغير الإمام وكنا ذي يحكم ويا رساس العدل مباشرة سواشو يبدو يونزيسن أحد الطرفين أمسلاي يبدو سوين نديريا مباشرة هذه اتهم الطرف الآخر سينيا إما وهي مثلا الظلمية يخدمي غكا وهي مصبطلية أثني يخدمي غكا وهي غير العبدية أثني يخدمي غكا وهي الخداعية أثني يخدمي بالغالب بدون سواوال نديريا. ولكن وين شوفهم كيس دي بدا يا داود عليه السلام إن هذا وهي منهوث ويذيما إن هذا أخي. شو تقارن العلماء؟ قال الخصومة لا تنفي الأخوة. سعيد تعذاويث يري ماشي والأخوة المقصود يا إما قدين يا إما كذمن يا إما ذي ماش كذمن ذبابك ذي ماش يا إما ذي ماش قدين أكن يبغون الله. وذي المقصود أكن يتقان العلماء الأخوة قدين ذي 30 قدين أكن ثبوت لغ الأخوية الخصومة لا تنفي الأخوة صح. زمراد مخالف غديديش زمراد مخصم غديديش تعطل الخصومة ديماش تعطل الخصومة ذي الفاميلياش تعطل الخصومة الخواليك العموميش الحبابيش. ولكن وريد شجارة من الخصوم النير أنه نمسيباري ويرانا وين هذا المشكل ناكن لكن ترى وين غير مخالف ضوايط وين غير سعان الخصم واحد ضوايط خلاص هذه مسيباريا هذه كوبي نظرني من الأخوة نير يا إما الأخوة نكذمن ذا نسيني شي ماشي ديما شي خلاص شي ماشي ديما قاس هذا سوال ماشي ديما يا إما قدين يا إما أي خصوم. الخصومة لا تنفي الأخوة أكن بغم مخالفا ولكن وين غادي يقيم ذي ماش الخصومة اللي غير مخالف نكو يراونك أتقيم خصومة تجمس ذي الخلاف ولكن تجي داك نسقارن تجد الخيط اللي كانوا يراون وين دي جان الخيط كانوا يرا ساكن نتا واحد يماس مهما ثلاث الخصومة تغليد المناسبة أنه الخيط اللي غادي مدوكل
يا إما ذا القرح يا إما ذا الفرح. نلقى رسول يتملاقى أنا راه أنا قال ذي ذرار داين ذي ذرار يتملاقى أنا راه مي ويدي ماك أسكاس داس كي غتصرف من راه كيرفذن ما يدي ما يذمن من راه كيرفذن لي ما كرا كيرفذن ما يدي ما قدي لي ما كرا كيرفذن أسكاس داس كي غتمفض من راه كيا وينا كيسرذن لا يديك ما كرا فافض من راه كيا وينا كيمطلن ذا ما كرا كيرفذن ذا ما كرا فالخصومة لا تنفي الأخوة. فغن يا داود عليه السلام إن هذا أخي إن هذا أخي شو ميلان ويروي كلمة الناس النبي عليه الناس ويا يمية 99 نعجة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. نسويا يمية 99 النعجة ونكسعين يوث النعجة. شو المقصود النعجة ذي قصيتين؟ خلد العلماء جمهور المفسرين قارن أنه المقصود ذي النعجية أنه بمعنى المرأة يعني 99 الخلاف أكيد قارن خلال المفسرين. بعض المفسرين يتون قرناش الأصل بقاء مكان على مكان إلا ما كان فيه دليل. الأصل القرآن للسنة النبوية الألفاظ أذقي من تكتل حاشا ماذا بين ناخذ الدليل يبان ناخذ الدليل أنه المقصود ذي. بعض العلماء المفسرين يطون قال النعجة غلطا قالوا يكيدي قارن اللغة صمتوث لأنه لاش الدليل فنحملها على أصلها النعجة أنثى الظأن أتنجكن. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة شو زدنا وهي 99 أدنيني على حساب يكيدي قارن الخلاف 99 الخلاف لا 99 نعجة شو سنة ناس كي ساعة 99 شي ساعة يوث رنو يتسيد كان كيم 900 خلاص يبغى تغلق ويسمية نقارس ذا شرف رنوتي البحر شرف رنوتي البحر شو سدينا ويا فقال أكفلنيها جيت كانت تكفل غنكيم تلي تحت الكفلين تسملك غنكيم أتقل دقلاو فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. عزني في الخطاب يعني يجود لي ألحى يعني أصر يغلبي يتسوس لينس يسنضي هضر إرنامي كنس قرني غونني بزاف أمي ذين يغلبي أو كاد أن يغلبني يوزيس يا إما يغلبي ذين فكي غسل قريب يغلبي وعزني في الخطاب. لذا شو قال العلماء سميز لي جاوب داود عليه السلام مباشرة ميغي سلام مسلين ويا قال مباشرة الناس لقد ظلمك بسؤال نعجتك على نعاجه. باش كاد النبي كان يويث مثلنا أنه أحيانا الإنسان مرض يقرأ التفاسير باشكو وري غلطارا إرنا وري السغلطارا ما يتمس لأنه بعض التفاسير أقوال زيسنت الإسرائيليات إذا شو ثنت أين يضحكون زيك بنو إسرائيل يا إما الأمم قعدان يا إما تقسيتين الأنبياء ورنا على المرض صحة الخبر نصن أو نكذبها أنسكذبيثنت لأنه ذي المحال ورقبل العقل أنه نبي من الأنبياء أذي غلير بالغلطة منا يعني ورثي قبل العقل أنه نبي من الأنبياء أذي غلير بالغلطة منا. ولهذا من الإسرائيليات مش كتبين غير ويثمثنا كان أنه ما إلا ثقرات
لما تصليت تقصيت داود عليه السلام تقصيتين علم أنه الصحراء هي من الإسرائيليات. شو تقصيتين؟ أتيد ناوي على سبيل المعرفة، تيد نحكو على سبيل باش كتنسن كان، ماشي على سبيل الصحة سيغيد الواقع. قارنت من الإسرائيليات نانك أن داود عليه السلام 99 الخلاف ولا يوثم طمطوفيون ورقاس وحاشا عليه السلام أنه داود نبي من الأنبياء دي غلق الغلطة ماينيا، ولكننا أكيد حكول نانك ولا يوثم طمطوفيون ورقاس تعجباس يبغى ما تسياغ يبغى تدورنا غروس ويسميا دا شو يخدم رقاز طمطوثيين الشيعي أحد الغزاة أحد الحروب كان يموت مي يموت يبغى ثمطوثنين يكمل سوي سميا نانكم بعد رب العالمين الشيعة سد ملكين باش كثدي اسمك فيهم سويني يخدمك 99 الخلاف زعما وثرضي ترى صروحت في الطمعات ثمطوث ورقازينيا فوين السيد على سبيل كشمن السين يرقازن قال لك وهم ملكان. المهم تقسيطية هي من الإسرائيليات أكاشتي مرة ورس حرف داود عليه السلام وأي قصة كثير تحكي بالداد يدي ورد في داود عليه السلام ورس حرف مرة ورس حول ذكرهم تقسيطية حتى أنه رب العالمين أخفى الفر الذنب الغلط وشو يغلط زيش داود عليه السلام وخدي بيننا. المقصود تقسيطية أنه رب العالمين لكن نبين بعد قليل باغدي بين التوبة ينس ذو الرجوع ينس غور رب العالمين لكن يدينا رب العالمين قال آية مزولت داود ذا الأيدي واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أواب يعني رجع إلى الله ما يغلط يستغفر ربي. الحصن فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال غالبا يتماضي شو هذا نويق المفهوم من الآية هنا أنه لعبضة طماع أين يسعى الشير أين يدي نعم رب العالمين في الناس مازال الطمع الغير نواشو الغير زوانية في تصفت إنسان يكسب ذا شو يكسب ومع ذلك وري الحمار ما يتماسي الزوانية مازال يبغى يكسب مازال يبغى يفرغ الجيوب ويتماس الجوبة يتماس فرغل مازال يبغى غاني يفرغ. فذا اللي في غط الحال داود عليه السلام يحكم مباشرة النوير للظالم تظلم ترقزية فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي. احذر قسح 99 الخالة ناغ 99 النعجة مازال في الطماعة مسكين قول قزاين غزوالين غيك سعاني ويث النعجة ما مش على سيرنو ضويد المنطق نا خطير العبدي لاني تسوالين غي مسكا غير الحالة ساعة 99 شي العار ساعة يوث هذا نوغك ديبانيا الأذن. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد ومن بعد الناس داود عليه السلام
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من بعد يشهد رب العالمين الناد وقليل ما هو صح يثمى ذوين الواقع. إنيس داود عليه السلام الكثرة من الخلطاء يعني يشركن، الكثرة يشركن ويكن يشركن، الكثرة يشركن لا يبغي بعضهم على بعض. وين ذي الواقع الكثرة ويكن يشركن واحد يثمثن سن يوان زي سنة تصفتي ظلم وايت، يوان زي سنة تصفتي عتدي فوايت، يا إما غاسيتشي ذري منيس، يا إما غادي يوين الفايدة أكثر نيماس، يا إما غاسي تشير بلا لا علم ينس، يا إما غاسي أسيكر وسيوي أكن يسقارن قهرا سيوي سلبغينس دير ما فيك، يا إما غاسي تتزاق أسيتكشام أكن يسقارن قال فيها راشا كايا غاسي تسفر الرباحة داش ديك الشمال داش ينسفاي داش نربح وين الواقع. ولهذا مجان داول ويشدي قارون الشركة هلكة ولو في بيت مكة. خلا وايت مثلنا غيدير سيديني الشيخ أكشور غيوت تمساد ولا سعي غيون المشروع سعي غا بروجي غاد الشركة وحيدينا غاد الشركة واحد الفلانية اختيك تيض النصيحة اختيك الشركة هلكة بشهادة من الله عز وجل. وإن كثيرا من الكثرة ويكني غير الشركة ورنجح نرى. ومن بعد يستنى رب العالمين الفئة تمزيات القلة تمزيات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع شدنا رب العالمين وقليل ما هم قليل ويكني غير تضد ديال الانسان تشرك ديال الانسان هذه الدو ديك الصفا هذه الدو ديك السنيه قليله والا الكثرانصن تدون الخبث المكر الخديعه الغش الكذب استحيله الكثران الانسان الور الشركه غير اختك زيس القله إلا سحن النية الصفا ما يدا ذيش يشارك ذيش أي تجارة وكتتسارى العذاب من هو ثنوية شيء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المؤمنين اكتمن نصر ربي حقاني مردني غيتامن نصر ربي ماشي سيلس وإنما غيتامن نصر ربي لا لا خرف. وين المقصود؟ لأنه العبدي إلا عند المؤمن يتمن صربيع يتمن صلاخرف مرة اللي يتمن صلاخرف شو معناه؟ شو دير يا الونيس يقر ديال ونيس الموت مرة دير يا الونيس الموت شو دير يا الونيس يقر ديال ونيس إلى الحساب مرة دير يا الونيس إلى الحساب معناتها راح يتوحسب ستمزيان ستمقران مرة دير كيشتاق الحسابيش ذا المحال كيخدع محال من هو الصنفية للأسف الشديد إن يكر بقليل ثم وقليل ما هم بمعنى العبد الذي شركن واحد يماس أمينيك قمر يعني الزمرة تساوي دارة لأنه زمرة تحكمت فيه ماشي بالظاهر كديبان ذا المؤمن العبد المصلي الظاهر كديبان ولكن الأخبار يجيبوه تولا كنيس قال الخبر ثقاله خلا ويث مثلا سواك الحن سواك الحن ستينا كونفيونس ثقة العباد خسرني مليار سوا شو ثقة كونفيونس الثقة من يروح كنيس قال قال خدع وقليل ما هم. ومع ذا شو دينا رب العالمين القسيطية سميدو سانسيني خصيمنايا فكان ناس شو الخصومة ينس يحكم مباشرة داود عليه السلام ذي بعض العلماء قال أنه داود عليه السلام
الغلط ينسيك غلط أنه يحكم بلا ما يسلي الطرف الآخر. بعض العلماء قال لك يحكم مباشرة قبل ما يسلي غواية، ولكن العلماء يتنقى خاطئ ماشي غواية المقصود الغلط. وإنما داود عليه السلام قال الغالب أنه القاضي وقبل ذي يحكم غادي يسلي الطرفين، أو أنه ميكسلا غواية يحكم فقضى وأقر الآخر، يعني ويتنين أقر يعني يستسلم. والسكوت علامة الإقرار. العبد راك يهضرون فويه وذي لي زاتك يوعر ما الذي لك الغيابيس ذينا مسلم ترى تهضرت مالك ديا سيديني مثلا الفلاني يتشين يخدم كذا وكذا اي ما ثروين يتقارض ذي مسلينينك وزمر غير تحكمه الى خشى الناس اللي غيويطني الى خشى ما يشهد مرض يحضر ذي صح، ولكن اسمر تحضرني سنين ودي يحضر واع وما اين يحضر وي مره وين السوسم معناتها اين يدينا ويد الصح. فالاقرار في السكوت علامه الاقرار. كي ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في نكاح البكر الزواج تينغي لان صمزيانت يعني شجريت نكاح نسلا شو قال سكوتها اقرارها. الغالب تينغي لان صمزيانت كيا وحيث تينغي لان الثيب تينغي لان تزوج تعاود في النبره ماشي كيف تينغي لان تزوج في النبره الثيب تيجي الغالب يروح شويه الحياه اللي ما تعوض تزواج انت ثاك ديني وتعاود غير حوايج غير نغيك تينيد مع تعاودو ما الا كنيس قالوا في غير كاس العاليه ولاش فلاس يروح شويه الحياه اللي غالبا تينغي لان تسجلت سنة حشام قصرون سيد كنيس قال مخطبون تعلمت منه وسندي مولانيس بشرتيني تقول الفلاني سنة حشام اش تخدم تسوسم كان يقال النبي عليه الصلاه والسلام يعني تسوسميتني تين الدلاله على يعني تقبل دليل على اقرارها. فبعض العلماء قال انه وين وشو المقصود الخطا الذم نغ الخطا الا اللي خميس داود عليه السلام نانك العلماء افريط رب العالمين وخدي بين رب العالمين وسعى في ذا سباش وشر العالم وانما ذا شر دياسن عزات. وظن داود قصيتين وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ظن داود أنما فتناه إنايش نلوى أما كن يتوفتن يعني يمتحلف رب العالمين يوسيس بلاء من الله عز وجل. والمقصود ظن ذي لأن الظن بالقرآن الكريم يأتي بمعنيين يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى العلم أو اليقين. والمقصود ذي ظن داود أي علم داود خلال الآيات تسنت الظن بمعنى العلم أو اليقين. لكن يغدنا رب العالمين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم يظنون أي يعلمون. الظن ماشي المقصود الشك ماشي كل كلمة الظن مقصود يد الشك لا وإنما تفهم من خلال سياقها في الكلام. الذين يظنون أنهم ملاقو يعني يعلمون أنهم ملاقو ربهم. لكن يدنا رب العالمين في داود عليه في يونس عليه السلام وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. شنو معنى ظن أن لن نقدر عليه يعني نشك يونس عليه السلام يعني مش عاشراش كنور بين وسيز مرارنا غير زمرات حاشا لله. وإنما المقصود ظن علم يعلم أن ربي زمري كلش. ولكن يدينا رب العالمين كذلك ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. من ولا في مسير والنسل ظنوا علموا أنه مثلا سنغي كيسقارن نوني غير مولانا نتمس. وإنما يأتي كذلك الظن بمعنى الشك لكن يدينا رب العالمين على لسان الكفار وإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين يعني هذا ضرب في الآخر
نقرن لك كنيتين نسعى كزيس لا تكزيستين أو تكزيست ترى وما نحن بمستيقنين. فالمقصود الظن دي يعني هو الشك. ولكن دي وظن داود يعني علم داود أن ما فتناه بشو يخدم فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. استغفر رب العالمين اسجد رب العالمين. قرناس سجدة استغفار. قال صلى الله عليه وسلم سجدها داود عليه السلام استغفارا ونحن نسجدها شكرا. داود عليه السلام سجدت استغفارا لله عليه السلام، حتى أن قال بعض المفسرون أنها سجد سجدة 40 يوما وهو يبكي. 40 واس ناس 40 يوما إنسان يتهرو ذي مطور. فذاك الخضوع والإذلال لله عز وجل قبل الله عز وجل توبته. فقال الله عز وجل فغفرنا له ذلك. يعفي يسر بالعالمين. فغفرنا له ذلك إرنا إكم نصدر بالعالمين كرم وإن له عندنا لزلفى يعني قربة ومنزلة عندنا وحسن مآب. إكرميث رب العالمين أنه يسعى في الدرجة إرنو يسعى في المنزلة إرنو يقرب في تغورس زلفى بمعنى منزلة وقربة عند الله عز وجل. ثم قال وحسن مآب يعني أحسن رجعة أحسن توبة. ذي يثمى أتفكر كريم مسلاين قل كلمة ثانية مقصود وحسن مآب. إلا العبد يثمى هذه الدوق بريد ربيع هذه طوع ربيع ذي العبد مصلي ولكن في تغورت نفسيتيس أثي غور الشيطان هذه نوغ أنه يتدوق بريد من الحق كان ونسى ساعة تقريت انت قوش ضروتك يجمع يدك نسقار انت مزيان انت مقراني غلط ولكن يتغور الشيطان ينوغ أنه ذي العبد ثنوري غلطاري كذي وهي يدق بريد الشيطان يتغور الشيطان. إلا ويطنين يختمها الله عز وجل بأحسن توبة. ذي العبد لان يعصى ربي يفق بريد ربي قسم راه ذكرك ثوغا ولكن يسعى الخير بوليس فرق يا العبد يبعثوه بريد ربي يتكملي ثنت وحيد ويطنين يعلم أنه مثلا ماشي قبريدنا ربي قبريدنا الشيطان ولكن زداخليس إلا ذا شو ديت حريشا يقرص كان قوليس إن شاء الله أخذ هذو ربي هذو ربي إن شاء الله أخذ يوبي وبريديس ويا أدي غلي عيون واس أندرا دي غلط الغلطة من غير دي غلطة هذه تشرو في اللاس وذي ندم في اللاس حاشا ماذا ربي يبدلاس تشويع أسيقبل ربي التوبة ينس وسيبدل ربي كنيس قارون أسيبدل ربي كنيس قارون في بوران العالية وديق الأصوار وديق الوبريد العالية وديق عظيمانيس أخير أكني غيلا قبل التوبة. فأخير لو يثمثنا مرة في تصفط نسقان كميزونسية يقديما قراسي قديما في قارن كي 20 سنة تظليت وفي غورك الشيطان 20 سنة تظليت كثاس ورا الصف الأول ومع ساعة تروح الصف الأول الصف الثاني ومع ساعة غادي تلحق روطار الجماعة ومع ساعة ما يلحق دار الجماعة غادي يقيم برا غادي تعسى الشيخ وقرا غادي قيام ومع ساعة تروح أصر ركعة في قرناس خطوات الشيطان ومع ساعة تروح متسنة ركعين ومع ساعة تروح الصلاة ديال الجماعة يتكلح الشيطان وهي 20 سنة يولي ما نزق الاستقامة ثاني تزلى ويترين 20 يوم يغلط يرحمي ربي يقل خير ويترين 20 سنة الرجل ما نزديرات إهذا في ضربي يقضي تزلى يقضي الجماعة يقضي يحضر الصفوف الأولى قراءة القرآن
وهي فضل من الله. فذي رب العالمين وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي يقبلث رب العالمين يبدل رب العالمين أخير أكني قلا، مع أنه منه هو داود عليه السلام. ومع ذلك رب العالمين يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يوث تمكنت، يوث المسؤولية، يون المنصب يون المنصب يوعر مليح، يوث المسؤولية فوعر مليح. لا شوف المنصبية، لا شوف المكانية، القضاء الذي ولي القضاء وين غيلان فكانش الحكم مسؤولية القضاء للجوج يقضي بين الناس، يحكم ير العباد. شو اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسؤولية ينغر في المنصبية؟ يقال النبي عليه الصلاة والسلام من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. إن يشوين غير اللي تفتم كانت قضاء يحكم ير العباد، إن يشوي مثلا يزلغي مانيس بلا مسكين، يزلغي مانيس إلا أن يشاء الله. إيوا شو وينك تفهم تم كانت القضاء أثني قيون مكان، لا شو ثم كان أثن قيون مكان يا إم أثم ثيفوس للجنة أثم ظلمات للجهنم. ما يلغي ملكا غادي يروح على الجنة، ما يلغي ملكا غادي يروح على ثمس. سوا شو يقال النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاث، القضاة ثلاث، قضاة في النار وقاضي في الجنة. قضاة ثلاثة السين قثمس يول بالجنة من وثن الوية شيئا إلى قثمس. قال صلى الله عليه وسلم أمزوار رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذلك في النار. ذيوني لن يطفل منصبين القضاء تسنس دي مخصمون، تسنس دكي يكنس قارن خصومات، فقضى بغير الحق يحكم سالبطل، وعلم يعلم أنه وي براءة، يعلم أنه وي بريء، يعلم أنه وي يختار، بل ذوي غلطن، ولكن وين غلطنا كنيا يشوف غير براءة وين مسكيني لان بارئ يسلسقاس التهمة. إيرنا يعلم شو قاعد يعلم دا شو يخدم، ويا عندك شيعي مانيس الشيعي مانيس عثمس يزلي مانيس ذاك الدنيس يحكم في العمريس ذاك الدنيس. والسين رجل قضى لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار. ديون يحكم وري علي مرا أشكون يغلط نور غلي طارا يحكم كان روح تغلطت نشوري علي مرا مين طما يلا يغلط نور غلي طارا نغي خدميت نور تخذي مرا ناخذ العبدين ضد الظالم نغ ماشي ضد الظالم يحكم ببريكان. ومن بعد شو يدير يتشغل الحقوق ويتماس فهو في النار. والقاضي في الجنة قال صلى الله عليه وسلم وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. تعال الميثمة على مر التاريخ خلال العلماء إذن أمرنتم اسمها هذه العالم يسون شرع ربي شو دينا ربي شو دينا النبي ذوي المفروض راضي لين القاضي ولاش الحكم أراد يحكم من ويا راش أش الملك دينين النظر بين النبي. ولهذا كثير من العلماء على مر التاريخ أمرنتم
الحكام انسان وكن يولون هذا المنصب قومناث قبلا الا القله القليله قبلا سوى شو بالك ولا المصلحه ولكن الا ندير نحكم البطل نتسمي ولا ولكن هذا يحكم العدل معليش باش تكون يونس في الحقيس والا كثر العلماء قوما المنصبين ايوا شو اثاليز لا مانيش ضد المنصبي وعار مليح ضد المنصبي لا الحساس ولهذا رب العالمين ذي شو سينا داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وبلك ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله والله أرسى عن الحساب ظن قرن وربه الله ماذا اللعب لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بما نسوا لشو سهان في الله الآخر سهان في الله الآخر تسوي نخدم لي زافيرات نخدم لي زافيرات سبطل إيوا شو يسهل في الله الآخر أما لو كان يعلم في الله الآخر بمعنى ماشي معناتها يعلم ولا شي الاخر دي بات سير والنيس لا اللعيبه ذكا معليش راكم طولها سنه دقيقه كاير لا اللعيبه ذكا يبغى تسير والنيس ايوا شو واش تسمك ثير الموت اياك السمك الموت اياك ايوا شو يعلم ذا شو ديوا نستفيرو على الريس يعلم ذا شو ديوا يستفيرو على الريس اشحال ويثمثني سي ظلمي فون السبين سوا كنكش منها الحبس ونوني براء اشحال ويثمثني سيلان يظلميثن يتشافن قدري منيش ويعلم انه انسان يختار وشحال ويكي مره اسدس ندي خصي من يوم القيامه ثم غيثما علمت علم اليقين انه العبدين لا نتدو هكذا قدونيش اثبتلي ربي ذا قدوني تقبل الاخر سوا شو سدع ويثين المظلومين واثنويتين مثلا الحاج سالم ظلمت يوم ظلمت السين ظلمت الثلاثه ظلمت امه دعويتي مره يقد دعون والله عرفت خلص صدق الدنيا تقبل الاخر على كل ان رب العالمين بعد ذلك وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اكتفي بهذا القدر قولوا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأسمح ما كان يتمام طول في اليوم.